السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبتكم فيديو جديد، يعني من الخياطة رحنا للطبخ. كنت تعرفوا قناتي يعني من إبداعاتي للطبخ والخياطة. يبقى اليوم جبت لكم هدايا الموسكوتشو خفيف سهل، يعني ديريه في وقفة 5 دقايق يطيب. القهيوة تاع العشية، يعني حاجة خفيفة هكا تشربي بها قهوة. المهم ما نطولش عليكم، هنايا عندي 2 حبات بيض، درت لهم نص كاس سكر. نص كاس سكر راني نخلط هكا، نخلط مليح حتى يبيض لي ويذوب لي السكر. وهنا عملت لافاني ليكيد. هنا تحبوا ديروا بودرة كيما تحبوا، يعني تنكهوا بأي حاجة تحبوا، زاز تاع سيترون، يعني أي حاجة تحبوا، كل واحدة كيفاش تحب تنكه الموسكوتشو تاعها. هو حتى بلوزاز تاع السيترون تاني يجي بنين بزاف. يبقى هنا أنا ما عنديش لوزاز تاع السيترون، درت له لافاني. وهنا درت نص كاس زيت بعد ما داب لي السكر، شوفوا كاش ولات بيضة. نزيد نخلط هكذا مليح بالفوي. ونزيد هنايا نص كاس تاع الحليب. ونزيدو نخلطو هكذا، يعني ما فيهاش مقادير بزاف. قلت لكم في دقيقة يعني تحضروها، في 5 دقايق يعني عفوا تحضروها، ماشي ما تطولش. سورتو لا جاوكم ضياف هكذا على غفلة، يعني في وقفة تقدري ديريها. هنا درت الفارينة بعد ما خلطت. شوفوا هنايا الفارينة، ديروا عينكم ميزانكم. وهنا درت 1 باكي لاليفور. الفارينة قلت لكم ديروا عينكم ميزانكم، يعني تحبوا ديروه تقيل الموسكوتشو تاعكم ولا خفيف. هنا انا درتو ما تقيل ما خفيف عادي، دوك تشوفوا القوام تاعو. نبدا نخلط هكذا بلا عقل باش ما يطيرناش في الجوانب. هنا زدتلو شتو خرج جاني شويه تقيل، زدتلو شويه تاع الحليب باش ندير القوام اللي حبيته انا. هنا ندح نجيب المول تاعي تاع الموسكوتشو، ندهنه بشويه تاع الزبده هكذا باش ما يلصقليش الموسكوتشو تاعي. ونرشو شويه هكذا بالفارينه ونخبطو هكا باش نهبط هذيك الفارينه باش ما تقعدليش لاصقه. ومن بعد تيك نكب هذاك الخليط تاعي تاع الموسكوتشو. فوالا هكا وندخلو يطيب على 180 درجة. من بعد ندخلو فيه كوردون ونشوفو اذا طاب، اذا ناشف نحوه. هاوليك المسكوتشو تاعي بعد ما طاب، شوفوا كيفاش جا يشهي. انا ما حبيتوش يكون يعني محروق بزاف، نحب هاد لا كولور. وهنا راح نزينو يعني من الفوق كل وحده واش تحب دير. كاين اللي دير شوكولا، كاين اللي دير كل وحده واش تحب دير. انا هنا درت له المعجون، معجون تاع المشماش. وانا نحب لو اسمو، نحب هذاك نوات كوكو، يعني درت له من الفوق درت له المعجون ودرت له من الفوق نوات كوكو.
والتزيين يعني قلت لكم اختياري، كل وحدة وكيفاش تحب تزين الموسكوتشو تاعها. هنا راح نقسمه باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل هشيش وخفيف حتى كي تاكلوه خفيف. باش نقول لكم بنا ما شاء الله يعني مع القهوة يجي روعة. شوفوا كيفاش جا شغل ايبونج، شوفوا كيفاش جا خفيف. لا نتمنى تجربوه، وما تنساوش حبيباتي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد. سلام.